معاشر المسلمين في هذه العشر الأواخر من في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أن نغتنمها بإقبالنا على الله، بقراءتنا للقرآن. من استطاع أن يختم في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة، يختم في كل يوم منها القرآن بأكمله كما كان السلف يفعلون. كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله أحد التابعين قال: كان إذا دخلت العشر من شهر ذي الحجة عمل واجتهد اجتهادا عظيما لا يجتهده في غيرها من الأيام. اختم القرآن مرة ومرتين وثلاث وأربع وما استطعت إلى ذلك سبيلا. أكثر من الأعمال الصالحة. صم هذه الأيام، فإن الأيام هذه أيام فاضلة، والصيام فيها عند الله عظيم. وأما ما جاء عن عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فإنه حديث معل، وقد أجاب عنه بعض أهل العلم، هذا في حد علمها، وإلا فإن الصيام من الأعمال الصالحة. صوموا هذه الأيام التسع. وأما اليوم العاشر وهو يوم العيد فإنه لا يصام، فتصام هذه التسعة الأيام من شهر ذي الحجة، يصومها الإنسان ويقرأ القرآن ويعمل الأعمال الصالحة، فإنها والله غنيمة. فالمحروم من حرمها ولم يغتنمها. أين التائبون إلى الله؟ يا من تريدون أن تتوبوا إلى الله، يا من أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي، يا من بلغت ذنوبكم مبلغا عظيما، يا من قصرتم في الصلاة وفي الصيام وفي بر الوالدين، وأسأتم إلى الجيران، وعملتم الأعمال القبيحة والموبقات والسيئات. شهر الخير والبركة، وهذه الأيام فرصة في أن تتوب إلى الله. فالتوبة في هذه الأيام أفضل من التوبة من غيرها من الأيام. فمن تاب إلى الله وأصلح حاله مع الله فإنه يرجى له الخير، ويرجى له أن يستقبل هذا العام، وأن يستقبل سنة جديدة فيها خير له في الدنيا والآخرة. أين المقصرون؟ أين المفرطون؟ أين من يريدون انتهاز الفرص العظيمة ويستغلونها في طاعة الله؟ فرصة عظيمة ستمر مرور الكرام، وستمضي علينا مرورا سريعا وفي سرعة شديدة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى.